90. طبعا المصري لما تعادل ادى فرصة للزمالك اللي لعب الماتش بعديه على طول مع فاركو. كانت مباراة القمة والقاع ما بين الزمالك وفاركو. الزمالك كسب فاركو بهدف شيكو بنزا. وبالمناسبة الأنجولي شيكو بنزا خد أحسن لاعب في المباراة. الزمالك كسب 1-0. وفي الشوط الثاني الزمالك أهدر أكتر من 3-4 أهداف محققة، كور في العارضة وعرضيات واختراقات من العمق. ومحمد شيكا برضو كان سبب في كورة كانت خلاص الكرة يعني هي انفراد عدى منه اللاعب ناصر وحطها في العارضة من بعيد. يعني كان في أحداث كده ان الزمالك كان ممكن يكسب الماتش ده في الشوط الثاني اكتر من 3-4 اهداف محققة في الشوط الثاني. في النهاية المباراة خلصت 1-0 للزمالك، والزمالك بقى على قمة الدوري المصري ب10 نقط. المصري بقى عنده 8 نقط تحت الزمالك. بتروجيت بقى الثالث. بقى فرق ما بين الزمالك والاهلي 5 بونت، وفي فرق بين الزمالك وبيراميدز 5 بونت. وبتخلص الجولة الرابعة